الأربع كائنات. أتذكر قصة جميلة جدا، هي دي اللي صراحة اللي حببتني في هؤلاء السمائيين وربطتني بيهم وخلتني أعمل التذكارات بتاعتهم باهتمام شديد جدا جدا. يمكن كده من حدود 30 سنة بالظبط تقريبا كده، أو ما يزيد سنة أو حاجة ونص سنة، في كنيسة اسمها كنيسة الشهيد أباديل أخت أوريني في نزلة ساو أو في ساو. أبونا تقريبا كان مسافر، ف المطرية جت تروح تصلي انت هناك كده، كان يوم في نص الأسبوع أو حاجة زي كده، تروح تصلي. قلت حاضر، كنت لسه مرسوم سنة أو سنتين، تروح تصلي. قلت لهم حاضر. قالوا تصلي في المسبح ده، قلت لهم حاضر، كان على يدك الشمال. فأنا فرشت المسبح وبعد كده أصلي، فبقول المرتل أو المعلم هناك ده باسم مين المسبح ده؟ قال لي باسم الأربع كائنات غير متجسدين، الأربع حيوانات غير متجسدين. طيب، فجيت في اليوم ده قلت لهم بصوا أنا مش عارفكم كويس، أنا أطلب منكم طلبة. في شابة في القاهرة والدها متوفي وكان محب ربنا جدا، وأمها جلجانة عليها وتقول عايزة خليها ترتبط 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 ترتبط. إيه رأيكم؟ أنا عايز منكم الطلب دواتي. صليت القداس وروحت، وبعد كده وتاني يوم فوجئت التيتا دياتي ام البنت الشابه دياتي، هي دلوقتي طبعا حاجه بتاع 55 يعني الاخت دياتي، بتقول لي انا اتقدم لي واحد من الناس الممتازين جدا، هو من خواجه من الخواجات بتوع ديروت، يعني ابوه كان خواجه في ديروت نواتي وهم في القاهره. وفعلا هو كان انسان طيب جدا جدا جدا، وكان انسان منير فعلا، كان انسان منير وجميل جدا. وتمت الزواجه بخير وبسلام، وبعد شويه ربنا اداها ولد وبنت. هما في دكاتره دلوقتي، البنت مش عارف في صيدله والواد في اسنان. وتوالت العشره مع هؤلاء وقصص اخرى كثيرا ما اعرفش تنفع تتحكى وما تتحكيش، لكن انا واثق ان كل واحد فيكم هيصاحبهم وهيطلبهم هيحصل فرج في حياته. ما اعرفش الفرج ده ايه، هل هو شفاء، هل هو سلام، هل هو فرح، هل هو نجاة، هل هو انقاذ، لكن كل ما اعرفه واثق فيه ان يحصل تغيير، وتغيير حلو، تغيير حلو. بقول لحضرتك انا مش عارف ربنا هيدخل لك خير مادي ولا يدخل لك سلام ولا يعادل لك حال ابنك او يصلح حال بنتك او يشفيك او يبعت لك سفريه او يرفع عنك ديون، ما اعرفش، لكن انا اعرف ان دول قريبين جدا 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 من ربنا، وربنا مش بيرفض لهم طلب ابدا 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 ابدا، لانهم هم نفسهم عمرهم ما رفضوا طلب لربنا ابدا ابدا ابدا. احبوه والتصقوا به وفضلوا ان يعيشوا تحت لوائه وليتمردوا مثل من تمرد من الملائكه الساقطه، وسابوا ذلك ربنا اداهم مكانتهم. سعيد جدا جدا ومبتهج ان احنا النهارده بنحتفل باصدقاء حقيقيين، لا يسعني سوى ان اسجد لربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح انه منحنا ان يكون لينا حبايب، واللي ملوش حد واللي ملوش عيله وملوش كبير وملوش حد يسنده ليه سمين يسندوه، واللي فاكر انه قوي وانه جبار هو مش قد السمائين دول. لإلهنا المجد الدائم ابديا امين.